الحسن بن أحمد الهمداني. يعد الهمداني أحد أبرز أعلام اليمن. ولد في صنعاء عام 280 للهجرة 893 للميلاد. كان الهمداني نسابة وشاعرا وعالما جغرافيا لجزيرة العرب، وله إحاطة بعلوم الفلك والحكمة والفلسفة والكيمياء. رحل في أول عمره إلى مكة طلبا للعلوم، وفي عام 307 للهجرة 919 للميلاد عاد إلى مدينة صعدة واستقر فيها. يعد كتاب الإكليل بأجزائه العشرة أهم كتب الهمداني، تناول فيها تاريخ قحطان وأنسابهم، إلا أن أجزاء من هذا المؤلف العظيم فقدت، وكان الهادي ودولته وراء ضياع هذا التراث العظيم، كما أن له كتبا أخرى تدل على سعة علمه ومعرفته كصفة جزيرة العرب. كان ينظر لليمن ككيان سياسي متميز في الجزيرة العربية، بنى حضارات ساهمت في تطور البشرية، فهو مؤهل أن يستعيد هذا الدور الحضاري ويبني دولته الخاصة، ولذا فإنه لا يمكن اختزال اليمن الكبير في عرق أو مذهب، فاصطدم مشروعه الوطني الجامع بمشروع الإمامة العرقي الضيق. كانت صعدة آنذاك قاعدة يحيى بن الحسين الهادي، ومنذ أن وطد الأخير حكمه في صعدة خاض الهمداني معه صراعا، ونظم قصيدة اسمها الدامغة، وسجن على إثرها من قبل الهادي، لكنه ظل يحرض القبائل حتى وهو داخل السجن. بسبب مواقفه الوطنية ونضالاته سجن وتعرض للنفي عدة مرات، وفي إحدى المرات ظل قابعا في السجن لسنتين، وبعدها بعثوه من السجن مع حراسة كلفت بمرافقته ليقصدوا به مكانا ما، وفي الطريق أفلت منهم واتجه إلى إحدى القبائل التي لا سلطة للإمام الناصر عليها، مما جعله ينعم فيها بالحرية والعمل في الأوساط الشعبية لأجل الغاية التي سجن بسببها. ورغم هروبه من السجن إلا أن الحرب التي قامت بين خولان الشام والناصر قد تجددت، وكان لذلك أثر مدمر على دولة الناصر، فقد تداعت القبائل بعضها البعض، وبدأ الناصر يشعر بقرب نهاية دولته الموعودة. حققت تلك القبائل انتصارات شجعتها على مواصلة الحرب ضد الناصر، وشجعت آخرين للالتحاق بهم، وتضعضع معسكر الناصر واقتربت دولته من الانهيار. في عام 322 للهجرة 934 للميلاد تجمعت القوى المعارضة للناصر إلى نجران، وخاضت معه معركة شهيرة سميت بيوم الباطن، والتي تعرض فيها الناصر لهزيمة قاسية. كانت الضربة القاصمة التي أنهت الدولة التي أسسها الهادي، وبهذا انتهت دولة الإمامة حينها وبقي أثرها. ومن ذلك الحين كلما أرادوا النهوض بدولتهم العرقية ثار اليمنيون ضدهم، وإلى اليوم لا تزال معركة اليمنيين مستمرة ضد مشروع الإمامة العرقي. توفي الهمداني في ريدة، وقبره اليوم مجهول، واختلف الرواة في تاريخ وفاته، إلا أنهم اتفقوا على أنه عاش إلى ما بعد عام 336 للهجرة.